بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. من مطبخ مجيدة النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم البسكوت اللي بالملح ده بتاع الفران بطريقة جميلة وسهلة جدا جدا جدا. يلا بينا من مطبخ مجيدة نشوف عملت البسكوت التحفة ده ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا مش تخين يعني. بصوا الجمال والحلاوة تحفة بجد 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 تحفة. يلا بينا كده نسمي الله ونخش على مطبخ مجيدة نشوفوا عملت البسكوت الجميل ده. بصوا ازاي. بصوا ناشف. بصوا تحفة 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 تحفة. يلا بينا نخش على مطبخ مجيدة نشوفوا عملته ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا من مطبخ مجيدة النهاردة بقول لكم ازيكم وحشتوني يا اغلى اخوات واغلى حبايب عندي في الدنيا. ربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا يا رب، ولا من لايكاتكم الجميلة اللي بتشجعني. وندعي كده لاخواتنا الفلسطينيين، ربنا يا رب كده ينصرهم على مين يعاديهم، يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم، ويرحم امي وابويا واخويا ويجعل مسواهم الجنه، ويرحم امواتنا المسلمين اجمعين. يلا بينا النهارده من مطبخ مجيده هنعمله كده شويه بسكوت من اللي هو بتاع الافران اللي هو بسكوت الحادق. يلا بينا من مطبخ مجيده نشوف المقادير. هتعمل مجيده ايه؟ نسمي الله كده ونخش على المطبخ ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا هنا معايا كوبايتين دقيق، معايا معلقتين نشا، ومعايا ذرة ملح صغيرة. هنمنخل الحاجات دي كلها كده مع بعضينا. ننخل ده كده. بعد ما نخلنا الدقيق بقى كده، هنا معايا نص كوباية مية، معايا نص كوباية زيت، معايا ذرة ملح، معايا شوية زعتر، ومعايا 3 حتت جبنة مثلثات. تمام. طبعا انا هحط الزعتر بقى هنا واقلب بقى الحاجات دي كده كويس، وهقلب بقى كل الحاجة دي كده كويس. معايا معلقة بيكنج باودر هنا، ونقلب بقى الحاجة دي كده مع بعض كده. تمام تمام كده. هنا بقى عشان نسعف بقى ونخلص، نجيب بقى نص كوباية الزيت نحطها هنا، نص كوباية المية، نحط 3 حتت جبنة برضو هنا. حطينا بقى 3 حتت جبنة. هنضرب كل الكلام ده مع بعضه. بعد ما ضربنا بقى الجبنة على الزيت على المية نحطهم بقى هنا. ونقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. نقلب بقى كله كده مع بعضه. قلبي كده بقى. نص كوباية المية يا دوبك على كوبايتين الدقيق، وحط 3 حتت جبنة مثلثات. بصي بصي يا دوبك، مش هيعوز مية خالص. بصوا الجمال. الريحة هنا بقى بجد تحفة، يعني الجبنة مع الزعتر هنا عاملين ريحة خطيرة خطيرة خطيرة. هنعجن بإيديا بقى أنا، هنعجن بقى بإيدي كل ده كده. بصوا هنا المعيار بالظبط بالظبط بالظبط. والريحة هنا والله العظيم ريحة تحفة تحفة تحفة. هنعجن بقى نلم كل ده كده. طبعا أنا ما حطيتش زيادة عن نص كوباية مية، ما حطيتش مية تاني. بصوا الجمال. أنا طبعا بلم هنا. بصوا تتلم معايا ازاي. بصوا الجمال تحفة. نعجن بقى نلم بقى كده حاجة. العجينة هنا لونها تحفة وجميلة جميلة قوي. بصوا يا دوبك العجينة على العيار اللي أنا حطيته بالظبط. بصوا الجمال. بصوا العجينة هنا عاملة ازاي تحفة. ريحة الزعتر بقى هنا في البسكوت تحفة، عشان أنا دقته بزعتر كان جميل جدا جدا جدا، فجربوه بالزعتر هيبقى تحفة. ريحة الزعتر في البسكوت جميلة قوي 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 قوي. بصوا العجينة طبعا، والجبنة طبعا مع الزعتر عاملة ايه. بصوا الجمال. بصوا العجينة عاملة ازاي. هنسيبها بقى ترتاح ونرجع لكم تاني. طبعا العجينة ديت لو احنا في الساقعة طبعا هتسيبيها شوية. طبعا لو في الحر
يعني بتعمليها على طول، انما في الساقعه بتسيبيها طبعا ايه حوالي كده ساعه نص ساعه بل ايه ما ترفع تبقى جميله. تمام تمام. احطها بقى في ورق استرتش كده واسيبها ترتاح كده، واسيبها بقى ترتاح شويه، وبعد ما ترتاح ارجع لكم بقى كده. خليها بقى ترتاح كده شويه وارجع لكم تاني. هنا بقى بعد العجينه ما ارتاحت، بصوا الجمال تحفه ازاي. هنقسمها بقى 2 كده، نقسمها 2 ونغط واحده. الريحه هنا مع الزعتر بجد بجد تحفه والله، جربوا بالزعتر كده جميله قوي 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 قوي. يلا بقى بينا نبطط كده. نبططها بقى كده، ما نرفعهاش ولا نطخنها، خليها ايه السمك بتاعها ايه حلو كده. شوف كده مع بعضينا واحده واحده. عشان هي فيها بيكنج باودر ولسه هتنفش في الفرن، فمش عايزينها ايه تخينه، زي اللي بنجيبوها من الفرن نعملها كده. تمام. نربعها بقى كده عشان ايه نعرف نقطعها. بصوا تعملوها كده، بصوا رفيعه كده، بصوا السمك كده رفيعه قوي. تمام تمام. طبعا وانا بقطعه راح النور ايه قاطع، معلش يعني ايه اعذروني في الحته دي. بعد ما فردتها راح النور قاطع. طبعا انا قطعتها، بصوا قطعتها وحطيت عليها سمسم، وهنا حطيت زعتر. الريحه عندي طبعا هنا ايه تحفه تحفه تحفه. يلا نكملوا مع بعضينا بقى، نكملوا الحاجات التانية. طبعا احنا هنكمل بقى الحته التانية، احنا قسمناهم على 2. هنكمل بقى برضو ديت ونبططها. طبعا النور قطع، فاول وانا ببطط كده تاني مرة النور يقطع، مرة قعد ساعتين ومرة ادي ساعة بيصلحوا تحت، وحاجة صراحة مش عارفة. النور ده بقى فظيع بجد والله، بقى فظيع فظيع يعني. يلا نعملوا ايه بقى. طبعا احنا بنبطط بقى هنا. العجينة تحفة تحفة بجد. نصلي على رسول الله كده ونصلي على النبي ونذكروا الله كده، ويرحم امي وابويا واخويا ويرحم امواتنا المسلمين اجمعين يا رب كده، ويجعل مسواهم الجنة يا رب. طبعا البسكوت ده ما بيبقاش تخين، بيبقى خفيف، ولا خفيف ولا تقيل. تمام تمام. بقى ايه هنعمله هنا في المردنة، نسويه بقى كده كده، نسويه كده. مش عايزين سمك تخين، احنا سمك رفيع. تمام تمام. معايا بقى العجلة اللي هي بتخلي البسكوتة كده مشرشرة كده. بسم الله ما شاء الله. وطبعا هنعمله من هنا كده ومن هنا ومن هنا كده. يلا بينا بقى نجيب الخلة بتاعت شيش طاووق ونقرم بقى كده 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 كده. طبعا انتوا بوريكم عشان انتوا ما شفتنيش في التانية عملتها ازاي. طبعا انا لازم اوريكم انا عملت دي ازاي. تمام تمام. قرمي بقى كده عشان ما يقبش طبعا في الفرن. التخريمه دي عشان ما تخلوش يقب في الفرن، وبيديله منظر وبيبقى جمالي وجميل. تمام. هنا بقى معايا سمسم وحبة البركة. تمام. هنرش بقى عليه حبة سمسم وحبة البركة. واعمليه كده شوية عشان يلزق فيه السمسم ما يطلعش منه. بططي عليه كده عشان ما يطلعش منه. تمام. يلا بينا بقى
تحفة تحفة تحفة. يلا بقى بينا نشيلهم كده. هنسلك بس بالسكينة عشان البتاعة دي مش هتقطع قوي. ونشيل بقى كده. بصوا الجمال والحلاوة، تحفة بجد 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 تحفة. بصوا تحفة، بصوا تحفة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، جميل قوي قوي. ريحته جميلة بقى، الزعتر مخلي ريحته تحفة بجد والله. جميل جميل جميل، والعجينة جميلة قوي 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 قوي. معانا عجينة تانية برضو هنكملها بقى ونرجع له. برضو هنا بقى نخرمها كده. لازم تخرميها لازم، عشان ما تقبش منك. ما تقوليش مش هيجرى حاجة، لا لازم تخرميها لازم. تحفة تحفة تحفة. نحط برضو شوية سمسم وحبة البركة كده، الجمال والحلاوة. فططيهم كده عشان هنا. بسم الله ما شاء الله. برضو هعمل حبة مدورين كده بالقطعة بتاعتي دي، حبة حلوين كده. بصوا الجمال، تحفة كده. بعد ما عملنا حبة مدورين هنعمل برضو حبة تانيين كده. وهمسكها الفها كده، بصي كده زي الحلزونات اللي بتتباع بره. تمام تمام. بس تلفيها كده سهلة اهي، تلفيها كده. تلفيها كده سهلة قوي. بصي تعمليها كده سهلة قوي قوي قوي. بصي اعمليها كده. بصوا سهلة خالص اهي. بصي شكلي كده وانتي بتعملي حاجتك، شكلي يعني مش لازم تعملي نوع واحد. تروحي كده مثلا تجيبي بسكوت بتلاقيه متشكل كده. بصوا تحفة. بصي كده برضه اعمليها كده طويلة كده. بصي برمة واحدة كده كده اهو، بتدي شكل تحفة جمال. يلا احنا طبعا ايه خلصنا، هنخبز بقى وبعد ما نخلص هنوريكم. بصوا هنا بقى بسم الله ما شاء الله بعد البسكوت ما طلع. بصوا بسم الله ما شاء الله هنا بقى بعد البسكوت ما طلع. بصوا الجمال والحلاوة، تحفة تحفة تحفة. بصوا الطويل اللي انا عملته بسم الله ما شاء الله، والمدور بسم الله ما شاء الله. يلا بينا كده نكسر واحدة ونشوف. بصوا هنا بقى البسكوت تحفة 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 بجد. بصوا 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 البسكوت من جوه عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفة 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 بجد يعني. وبصوا الطويل ده تحفة بجد بجد. بصوا بصوا بالكسر، بصوا كسر ازاي. بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الحلاوة. ما تنسونيش بقى باللايكات وتفعيل الجرس عشان اعمل لكم كل جديد اخواتي وحبايبي، وربنا يخليكم ليا وما تحرم منكم ابدا يا رب. وطريقة جميلة وسهلة وخفيفة، ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم. وجربوها بطريقتي اللي هي بالجبنة والزعتر، تحفة تحفة تحفة. وربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا ان شاء الله. واخواتي وحبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختكم مجيد.